السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتنا المتواضعة وصفات على قد الايد. يا رب تكونوا دايما سعداء معانا ومبسوطين. يا رب. نصلي اول ما نبدأ الفيديو كده، معلش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب يكون الفيديوهات اللي احنا بنعملها تكون بتنال اعجابكم. ويا رب يكونوا دايما مبسوطين من داخل مصر ومن خارج مصر. يا رب يكونوا دايما كده بخير وبصحة وبسعادة. هنبدأ النهاردة معاكم في لوج بسيط كده. احنا هنخرج بقى عن المألوف، عن البيت وعن الأكل وعن الشرب وعشان الحاجات دي. ونطلع بقى، بدأنا بقى في المصيف والمصايف. احنا عندنا تالتة إعدادي خلصت، فاحنا عاوزين نفرحها شوية على ما الثانوي يبدأ الامتحانات بتاعته. هي خلصت امتحاناتها بنتي. عقبال بناتكم يا رب كده اما يكونوا كده ناجحين ومتفوقين. هنبدأ بقى نفسحها كده، هو يوم واحد بس بسيط. بس علشان نخرجها من مود بقى الامتحانات والضغط والحاجات دي. احنا رايحين مصيف كده بسيط كده، رايحين راس سدر يا رب كده يكون دايما كده عند حسن ظنكم. احنا الوقت ماشيين في الطريق. مصر. مصر حلوة وفيها مناطق حلوة برضو ومناطق حلوة. احنا طالعين من بالليل. علشان احنا يعني يعتبر بعيد شوية عن راس سدر بكتير، يعني الوقت خد منا في حدود 6 ساعات. فاحنا هنسرع لكم كده بس كده المسافة بتاعتنا، احنا ماشيين بالليل. علشان نسمة نوصل هناك يبقى الصبح. علشان نلحق اليوم من أوله، علشان نشبع كده من المصيف ونشبع من الحاجات اللي احنا هنروح. اللي شوفوا المناظر بتاعتنا دي، كماين بتبقى على الطريق. يعني مصر أمن فعلا وأمان زي ما الناس بتقول. أنا أول مرة أشوف الحاجات دي، يعني اللي من خارج مصر وعاوز يجي والمن داخل مصر برضه وعاوز يجي يتفسح. عندنا هنا برضه الأماكن حلوة والأمن والتفتيشات وحاجات، يعني على مستوى. يعني أنا عن نفسي أول مرة أشوف الحاجات دي، بقيت منبهرة يعني اللي مصر فيها الحاجات دي. وفيها الأمن والأمان اللي احنا فيه. يعني حاجات جديدة وحاجات حديثة أول مرة أشوفها. وأول مرة نشوف الحاجات اللي احنا شايفينها قدامكم دي. أمن وأمان وكماين وتفتيشات وحاجات يعني جميلة جدا. وهنعدي بقى من تحت قناة السويس، يعني ما شاء الله. أدا النفق أهو بتاع قناة السويس فوقنا كده دلوقتي المية فوقنا بتاع قناة السويس، احنا منعديين من تحت النفق بتاعها. يعني ما شاء الله حاجات رهيبة. يعني أول مرة الواحد يشوف الحاجات دي. خرجنا بقى عن البيت وعن الحاجات اللي في البيت والضغوطات بتاعت الامتحانات فاحنا قلنا نخرج بقى نشوف بلدنا الحلو. كنت نفسي اشوفها بالنهار بس عشان احنا المسافة بتاعتنا بعيد. فاحنا بناخد الاتوبيس بتاعنا، بنطلع من بالليل من هنا، طالعين حوالي الساعة 12 بالليل او واحدة بالكتير، على ما الناس اللي معانا في الاتوبيس اكتملوا. يعني مش طالعين من هنا على الساعة 1 على ما وصلنا. احنا ماشيين بقى في الطريق ومشغلين اغاني ومبسوطين وفرحانين. يا رب دايما كده تكونوا انتوا سعداء ومبسوطين وفرحانين دايما يا رب. واللي مش قادر يطلع المصايف اللي هي البعيدة دي، احنا بقى المصايف جنبنا اللي هي جمصة وراس البر ودمياط والحاجات دي برضه هنطلعها. احنا وقفنا مرتين في الطريق عند البنزيمة. اللي احنا كده كان يعتبر الفجر، او الفجر كان أذن كمان. فاحنا نزلنا البنزيمة بقى للي عاوز يخش يشتري حاجة او يخش الحمامات وتوضينا وصلنا الفجر هناك. والعيال بقوا مبسوطين يعني من منظر البنزيمة واللي بيجري واللي بيلعب. يعني خدنا ريست شوية كده، ريحنا شوية علشان نكمل بقى الطريق بتاعنا بقى. والقعدة في الاتوبيس عامة بتتعب. فالعيال بيبقوا مبسوطين بقى، اللي بيجري واللي فرحان واللي بيلعب. الاطفال دايما بيكونوا مبسوطين من الحاجات البسيطة اللي احنا بنعملها دي. مبسوطين جدا وبقوا عمالين يجروا. هم ناموا لهم شوية وقاموا بقى تصحصحوا علينا، بمعنى اصح احنا ما بعرفش انام في الاماكن دي، ولا طول ما انا مسافره ما بعرفش انام. يعني الاطفال ناموا لهم شويه وراحوا ايه، صحصحين علينا. النهار بدأ يشقشق علينا اهو. شكل النهار كده والسماء وهي بتفتح. حاجات ما شاء الله ما شاء الله، يعني سبحان الله فيما خلق. الطريق طويل فعلا. يعني مش هقول لكم الطريق ما هوش طويل، الطريق طويل بس الفسحة في الآخر متعة. يعني هي لازم بعد التعب هتلاقي حاجة حلوة تفرحك وتنسيك التعب اللي انت كنت فيه.
يعني حاجات سحر كده بالنسبة لنا، أول مرة نشوف الحاجات دي وهاخدكوا بقى على منطقة جميلة جدا 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 جدا، كنا مبسوطين منها وما بقناش عاوزين نمشي منها، بس احنا بقى العيال عاوزين يروحوا البحر اللي احنا رايحينه بقى في راس سدر. رحنا حتة كده جميلة وتعتبر منطقة سياحية بقى، هاخدكوا عليها اهي. احنا رحنا عند عين موسى. انا اسمع عن عين موسى بس اول مرة اشوفها. فعلا حاجة من السحر، وسبحان الله فيما خلق. سبحان الله كمان مرة فيما خلق. بركة كبيرة، بركة كبيرة فيها مية سخنة. مية سخنة طالعة من تحت الأرض، مفيش الإنسان مش عامل فيها أي حاجة. العرب هناك وبيجي سواح يعملوا عندها هنا باللي بينزل في الماء دي، اسمها مية كبريتية فيها كبريت وبتطلع دخان. يعني احنا استغربنا من المنظر، كأنك انتي مولعة جنبها نار وبتدخن. مية بدرجة الغليان، الغليان يعني، بس ما بتش... البركة اللي احنا بننزل فيها دي مش بدرجة الغليان. شوفوا الدخان ورا، الدخان ورا منظره رهيب. البركة دي بينزل فيها بقى اللي عنده وجع في العظم واللي عنده أمراض جلدية. يعني المية هنا في البركة تستحمليه، تستحملي المية، بس من العين بتاعتها ذات نفسها اللي هي عين موسى ما تستحمليش تحطي ايدك فيها مية بدرجة الغليان. يعني لو حد شوفهم، دي العين بتاعتها، شوف الدخان اللي طالع منها، دي عين موسى ذات نفسها اهي. بتمشي كده في خط طويل لغاية ما تعمل البركة اللي هناك دي. يعني سبحان الله دي حاجة من خلق ربنا، ما هياش من صنع الإنسان ولا الإنسان هو اللي عاملها. حاجة كده طالعة من تحت الأرض، سبحان ما خلق. يعني بتمشي كده في خط طويل زي ما انتوا شايفينها كده، عاملة مجرى منها لنفسها. بتنزل كده مجرى منها لنفسها لغاية ما توصل للبركة اللي احنا نزلنا فيها. اللي عنده بقى مرض جلدي أو عنده مرض في العظم، هم بيقولوا، يعني انا ما بفتش من عندي، هم بيقولوا للميه دي بتشفي. بس كرسي بقت يعني بنزلوا فيها مره واتنين وتلاته. احنا رحنا يوم واحد، ويا رب ان شاء الله تتكرر تاني وما تبقاش يوم واحد، يبقى مثلا يومين او تلاته. بينزلوا في قلب البركه دي. دخلوا فيها لجوه، من جوه دافيه مش سخنه بقى. يعني هي من بره سخنه، وعلى ما الميه بتمشي في الخط الطويل ده وتوصل للبركه بتكون الميه بتاعتها بقت دافيه وصافيه ورايقه. يعني ما هياش فيها عقاره او فيها حاجات من دي. يعني سبحان الله. احنا هنفضل هنا شويه، هسيبكم كده شويه من غير كلام تشوفوا منظر الميه شكلها عامل ازاي، وتتاملوا في ما خلق الله. يعني ربنا اللي خلقها، ما هوش انسان ولا عبد هو اللي عامل فيها. هسيبكم كده مع المنظر شويه. ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله فيما خلق. حاجة كده ساحر، مية رايقة صافية دافية تقعدي فيها. يعني ما انتش عاوزة تطلعي منها نهائي. السواح بقت والأجانب بيجوا في المناطق دي، أو الناس التعبانة اللي عندها وجع في العظم أو وجع في الظهر، بتعالج بقى بأمراض كتير. سبحان الخالق. يا رب يكون الفيديوهات بتاعتنا بتنال إعجابكم، ويا رب يكون دايما عند حسن سنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.